السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو وانزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى كده اتحديت نفسي وقلت اقوم بقى كده اخلص كل اللي ورايا عشان ابقى قاعده كده بمزاج. اول حاجه بقى هعملها في يومي، عايزه اجهز الفطار للولاد. طبعا مش عايزين بقى لا بطاطس ولا بيض ولا الفول ولا الحاجات دي، فقلت خلاص اطلع لهم كيس بليله من الفريزر عندي واعمله لهم كده بطريقه زي المهلبيه، بيبقى حلو قوي وبيعجبهم. عندي بقى نص كوبايه من الحليب، وعندي معلقه كبيره من النشا. طبعا المهلبيه طلعتها وبحط عليها نص كوبايه من الميه وبرفعها كده على نار هاديه، بتروح فكه على طول لان انا فرداها في الكيس زي ما شفتوا كده. حطيت كمان كميه السكر اللي مناسباني، وبعد كده هنزل بالحليب. الطريقه دي بتبقى حلوه قوي قوي. يعني الاول لما كنت بحط الحليب للولاد كده على البليله على طول ما كانوش بيرضوا ياكلوها، لكن لما عملتها بالطريقه دي عجبتهم جدا جدا. طبعا بقى نزلت بالسكر اللي انا عايزاه والحليب. اول ما بيغلي بنزل بقى بالنشا والحليب اللي انا مدوباهم مع بعض، واول ما بتغلي غلوتين بتديني القوام اللي انا عايزاه. هبتدي طبعا اشيلها من على النار واحطها بقى في البولات. وطبعا ولادي انا عارفه ان لو حطيت لهم مكسرات او اي حاجه مش هيرضوا ياكلوها، فبريح دماغي وبحط الحاجه اللي هم عايزينها. طبعا بقى جبت البولات زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي بقى انزل بالبليله بتاعتي. طبعا يعني انا عايزه اقول لكم انا هعمل بوله ليا هحط عليها انا بقى زبيب كده، لان بيبقى طعمها حلو قوي. بس طبعا احنا عارفين ان الولاد دايما مش بيحبوا الحاجات دي. المهم ان انا عملت الحاجه اللي عارفه ان ولادي هياكلوها بالف هنا. وطبعا ارتحت بقى من موضوع الفطار عشان طبعا اعرف اعمل اللي انا عايزاه. الولاد فطروا الحمد لله وانا فطرت كمان. نظفت شقتي كده مع نفسي وظبطت الدنيا، وبعد كده بقى دخلت على الغدا. هتعملي ايه النهارده يا منال؟ قلت هعمل كفته. انا بصراحه الفريزر بتاعي بفضيه عشان بقى عايزه كده انضفه. طبعا انا نضفته وخليته زي الفل، ولكن بقى عايزه انضفه من اي حاجه فيه عشان خاطر لو فرست اي حاجه تكون بقى لسه جديده. لكن الحاجات دي عندي من رمضان، فانا عايزه بقى اخلص. فكان عندي لحمه مفرومه، ابتديت طبعا اجيب بصلتين كبار بشرتهم وبحط عليهم ملح وفلفل وكيس من التوابل بتاع الكفته الجاهزه. وبعد كده بدعك البصل مع التوابل اللي انا حطيتها كويس، والخطوه دي مهمه بتديكي ريحه حلوه قوي للكفته. وبعد كده بقى نزلت باللحمه وهبتدي اقلبها كويس، اعجنها كاني بعجن عجينه. والخطوه دي مهمه جدا جدا عشان الكفته بتاعتك لما تيجي تصبعيها ما تفكش منك. كان عندي خضار كده قلت انزل بشويه عليهم برضو يدوهم قيمه غذائيه، وفي نفس الوقت برضو بتدي ريحه حلوه قوي للكفته. طبعا بقى هبتدي اي حاجه عندي كده واصبع الكفته زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كبريها شويه لان الكفته بتاعتنا بيبقى عليها نسبه دهون، فطبعا لما بتستوي بتكش. يعني نسبه دهون ازاي؟ يعني لو هتعملي كيلو من اللحمه خليه كيلو الا ربع من اللحمه وربع كيلو من الدهون. والكفته لازم يكون عليها دهون عشان يبقى طعمها حلو جدا جدا. طبعا بقى صبعيها بالطريقه اللي انت عايزاها، وبعد كده ابتدي حطيها في الصينيه. ومش هحط عليها اي حاجه، ممكن تحطي تحتيها بصل وطماطم، ولكن انا مش هحط اي حاجه لان عايزاها تبقى مشويه. طبعا الكميه دي كلها ما شاء الله كانت هتبقى كتير علينا، فقلت بقى اجيب طبق كده من اللي بيتحط في الفريزر واصبع يعني الشويه اللي فاضلين دول واحطهم. اطلعهم بقى في اي وقت يكون مثلا زوجي مش هيتغدى معانا، اقلي بطاطس او اعمل مكرونه، والمهم ان هو يبقى يوم ويعدي الحمد لله. غلفتهم بقى بالاسترتش زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى غلفت الطبق بتاعي بالاسترتش، هدخله بقى على الفريزر. وزي ما قلت لكم هينفع في اي يوم كده يكون زوجي مش موجود معانا اطلعه ونعمل جنبه اي حاجه. طبعا عندي الفرن سخن، بولع من فوق ومن تحت وبدخل الكفته بتاعتي لحد ما تاخد اللون الجميل. ما بتاخدش اي وقت وبيبقى طعمها حلو قوي قوي. طبعا بقى هبتدي اعمل مكرونه. انا ولادي بيحبوا المكرونه الاسباجيتي، فهبتدي اعمل لهم كيس زي ما انتم شايفين كده. عندي بقى الحله او الطاسه بتاعتي، بقطع بصله صغيره. اول ما احس بس انها هتاخد لون بسيط ببتدي انزل بمعلقه من الثوم المفروم، وبعد كده ببتدي انزل بمعلقه من الصلصه. مش دايما بنزل بالصلصه على الطماطم بتاعتي، ولكن لما بحس ان الطماطم لونها فاتح بنزل بمعلقه من الصلصه. وما بحبش كمان احط توابل كتير على صلصه المكرونه، هي بابريكا كمون فلفل اسمر ملح وكمان معلقه من السكر. طبعا بقى الميه بتاعتي غلت، هبتدي انزل بالمكرونه. انا بقطعها على 3 وبحط فيها ملح ومعلقه من الزيت، وبسيب طبعا المكرونه تتسلق. بعد ما بتتسلق بقى ببتدي احطها في مصفى وبشيل نص كوبايه من الميه بتاعه المكرونه عشان احطها على الصلصه. ليه؟ بتخلي الصلصه قوامها حلو جدا، وكمان بتمسك في المكرونه.
قلت كمان بقى اعمل بوله كده من الطحينه، عندي معلقتين من الطحينه، نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، حطيت كمان كمون وحطيت خل وحطيت كمان ليمون وحطيت شطه، وطبعا بقلبهم. بعد كده بنزل بميه لحد ما تديني القوام اللي انا عايزاه، بميه عاديه من الحنفيه مش سخنه ولا حاجه. وطبعا بحط شويه ملح وشويه خضار، وساعات لما بيكون عندي زبادي بعمل برضو الطحينه بالزبادي. المهم ان انا هعمل بوله كده من الطحينه، بتبقى حلوه قوي جنب الكفته وسريعه زي ما شفتوا، ما خدتش مننا اي وقت. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها. طبعا في الوقت ده كان الكفته خلاص جهزت زي ما انتم شايفين كده، شايفين بقى نزلت كل حاجه فيها وطعمها حلو وريحتها حلوه قوي قوي. طبعا بقى بحطها على خضار، شايفين شكلها حلو ازاي وطعمها كان حلو جدا جدا. وقطعت بقى جزر وفلفل الوان، والمكرونه كانت جاهزه زي ما انتم شايفين والطحينه. وقلت بقى عشان اكمل السفره بتاعتنا كده واحسس ان الولاد ان احنا يعني بناكل في احسن مطعم، كان بصراحه زوجي جايب بيبس فقلت كده احط لهم. وطبعا ده كان الغدا بتاعنا، ربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. مش دايما على فكره بنشرب بيبس جنب الاكل، ولكن كان زوجي جايب البيبس ده، هقول لكم ليه دلوقتي. المهم ان الكفته شايفين بقى، عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي، او جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنا بقى اتغدينا الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه. فقلت بقى اشطب المطبخ. بصوا بقى زوجي كان جايب البيبسي ليه. لما قلت له ان انا هعمل كفته، هو ملوش في الكفته بصراحه، يعني مش بيحبها قوي. فقال هجيب رنجه وفسيخ. طبعا انا وولادي مستحيل ناكل فسيخ، مش بحبه ولا بحب ريحته. لكن الرنجه بناكلها، ومش دايما، يعني ممكن في السنه مره. المهم ان هو جاي لقيته جايب الفسيخ والرنجه، وقال لي اعمليهم. قلت له لا، انت هتاكل كفته وهتاكل مكرونه، دوقهم الاول وبعد كده لو مش عجبوك اقوم اعمل لك الرنجه والفسيخ. عايزه اقول لكم والله لما اكل الكفته عجبته جدا جدا، رغم ان هو ملوش فيها يعني مش بيحبها. وقال لي طعمها حلو جدا جدا. فقال لي بقى الفسيخ والرنجه نضفيهم وظبطيهم ليا كده، حطيهم في علبه هاخدهم تاني يوم في الشغل، يعني ياكلهم هو واصحابه. المهم طبعا ان انا هنضفهم، بس طبعا بعد ما اخلص كل اللي هتشوفوه دلوقتي. المهم دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصي كل حاجه بسرعه. عايزين بقى ندعي لاولادنا كده بالنجاح، ربنا ينجحهم ويوفقهم ويجعلهم من الصالحين، ولادي وولادكم اللهم امين يا رب العالمين. طبعا يعني الولاد بيتعبوا طول السنه، فربنا ينجحهم وما يضيعش تعب حد، اللهم امين يا رب العالمين. دايما بس كده استغفري ربنا وسمي الله، وادعي باي حاجه نفسك فيها ليكي او لاولادك، وان شاء الله ربنا يحققها لك لو فيها خير ليكي. عايزه اقول لكم ان انا لما بخلص كل اللي ورايا بحس ان انا قاعده كده بمزاج ورايقه، طالما بقى ان انا خلصت كل اللي ورايا. المهم طبعا المواعين ان شاء الله مش هتاخد اي وقت، لانهم كانوا الاطباق اللي كنا واكلين فيهم، وطبعا الصينيه مكان الكفته، وكمان الوك او الطاسه بتاعه المكرونه. المهم طبعا هغسلهم وبحطهم على الصفايه اللي ورايا في الرخامه اللي ورايا، وبسيبهم يصفوا، وبعد كده برجع كل حاجه مكان. انا بحب بصراحه في اليوم بتاعي امشي بنظام، يعني ما اكونش بغسل المواعين واعمل حاجه تانية احس ان انا كل حاجه اتكومت على دماغي. انا قلت اشطب المطبخ الاول واخلص كل اللي ورايا في المطبخ واغدي الولاد، وبعد كده ابتدي اعمل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها معايا. طبعا الحوامل بتاعه البوتاجاز يوم فيه ويوم ما فيش بغسلها، عشان طبعا الدهون اللي فيها يعني ما تتراكمش دهون تاني عليها، لان انا غسلاها ومنضفاها ومخليها زي الفل. فطبعا لو سبتها هيبتدي بقى يتكوم عليها دهون مكان ما بعمل الاكل. لا، هي ما بتاخدش اي وقت، على طول يعني بتتغسل وبتنضف وتبقى زي الفل. جبت شويه بقى مسحوق بودره وببتدي اغسل الحوض. عايزه اقول لكم المسحوق البودره، اي نوع مسحوق بودره بيخلي الستانلس حلو قوي قوي وبيلمع. طبعا بقى هجيب الفوطه واجيب الحاجه اللي انا يعني مسحت بيها، هغسلها وانضفها وابتدي بنشرها بره على في البلكونه، يعني عشان برضو ما تعملش ليا اي روايح وتنشف كمان. جيت بقى على البوتاجاز مش محتاج ان انا بصراحه يعني ادعكه ولا حاجه، فمسحت كده زي ما انتم شايفين. طبعا بصراحه العيون دي انا بيتهدي حيلي ان انا انضفها، لكن ما بتنضفش بصراحه. فان شاء الله ربنا يعني يرزقنا ويرزقكم جميعا، اللهم امين، واجيب بوتاجاز جديد ان شاء الله. المهم بعد بقى ما خلصت كل يعني الحاجات اللي انا عملتها في المطبخ، غسلت المواعين وشطبت المطبخ بتاعي وكنست الارضيه ونظفت الدنيا، قلت اعمل كده حاجه حلوه للولاد سهله وسريعه. عايزه اقول لكم بقى جربوها هتاكلوا صوابعكم وراها من كتر جمالها. حاجه كده بسيطه وسهله، وكمان ما بتاخدش اي وقت. طبعا الفيديو بالتفصيل هتلاقوه موجود على القناه، اعملوها، انا متاكده ان هي هتعجبكم، طريقتها بسيطه جدا جدا. المهم قلت اعمل لهم الحلو برضو عشان لو عايزوا يكون برضو خلصت الحاجه الحلوه ليهم. وبعد كده بقى دخلت على النيش ده طبعا غير اللي في الصاله، هو صغير كده بس الحاجه اللي فيه بسحب منها، يعني لما اكون محتاجه فنجان او اي حاجه بسحب منه، لكن النيش اللي في الصاله مش دايما باخد منه حاجه. المهم طبعا اول حاجه هعملها بفضيه، وبعد كده بجيب المفارش بغسلها وببتدي انشرها، هي ما بتاخدش وقت، بتنشف على طول. حطيت عليها شويه مسحوق بودره وغسلتها زي ما انتم شايفين كده، هي كانت نظيفه بس
بس طالما انا شلتها اغسلها عشان لو عليها تراب او اي حاجه برضو تكون نظيفه وزي الفل. وهبتدي بقى انشرها على ما اخلص ان الكوبايات والمجات والحاجات اللي انتوا شايفينها دي هتكون المفارش نشفت. المهم طبعا انا مش هحط صابون ولا اي حاجه لان الحاجه بتاعتي نظيفه، كل اللي فيها بس ممكن يكون شويه تراب، فهغسلهم كده بايديا زي ما انتوا شايفين. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يعينك على كل حاجه بتعمليها وتقومي كده تخلصي كل اللي وراكي. عايزه اقول لكم بقى ان انا بحبكم جدا جدا، ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات. شكرا جدا على الكلام الحلو اللي بتكتبوه لي في الكومنتات، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص بقى غسلت المجات بتاعتي او الفناجين بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى ان الحامل ده او الشياله دي بتاعت الفناجين اللي انتوا شايفينها دي، ولكن نصهم انكسروا بالاطباق بتاعتهم، فقلت احط الفناجين اللي عندي، فلقيت الاطباق مقاسها هيبقى كبير، فقلت خلاص انا هستغنى عنه اساسا واحطه على الرخامه اللي ورايا. احط فيه برده فناجين كده لو عوزتها تكون يعني في المطبخ موجوده، لو عوزتها اشد منها على طول. المهم طبعا ان انا بسيب المواعين بتاعتي تصفي، الكوبايات والحاجات اللي انا غسلتها قبل ما بدخلها على النيش تاني. جبت بقى البخاخ بتاعي والفوطه وببتدي بقى المع الازاز كويس جدا جدا. انا عايزه اخد حاجه حاجه، مش عايزه اتقل على نفسي، عايزه كده كل ما احس ان في حاجه متبهدله على طول اقوم انضفها، ما اخليش كله مع بعضه. يعني النهارده عملت النيش زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده دخلت على التلاجة عشان ما يبقاش الحاجه كتير عليا. وكمان بصراحه لقيت الشباك بتاع المطبخ كده فيه شويه دهون، قلت لا تعالى اما الحقك، عشان طبعا لو اتملى دهون هيتعبني في الغسيل، بحب الحق نفسي اغسل الحاجه اول باول، عشان طبعا الحاجه لما بيجي عليها دهون بتتعب جدا جدا في الغسيل. المهم ان انا لمعت الازاز زي ما انتم شايفين كده وخليته فل شمعه منوره. بعد كده بقى كانت الكوبايات بتاعتي او المجات بتاعتي صفت خالص، هبتدي بقى ارصها زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا يعني برص رص عادي كده، وابتدي بقى ارص كل يعني بشوف الحاجه اللي بتبقى ماشيه مع بعضيها بحطها زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم عندي كميه كوبايات لسه ما استعملتهاش في الكراتين زي ما انتم شايفين كده. المهم ان انا حطيتها في اخر رف، وطبعا خلصت النيش همسحه بقى من بره ومن الجناب ومن كل حته. المهم ان انا خليته كده بيبرق الحمد لله. طبعا بقى مسحته ونضفته وخليته زي الفل. هدخل بقى على التلاجة. طبعا التلاجة بتاعتي نظيفه لاني مش بحط فيها حاجه، بس عايزه اقول لكم الولاد لما بيكون في ايدهم حاجه بيستسهلوا ويروحوا حاطينها، فطبعا بتبقى شكلها مش مرتب، وانا ما بحبش الشكل ده. فقلت لا انا هشيل بقى الارفف بتاعتها وانضفها كده واخليها زي الفل، وبعد كده بقى ابتدي امسح التلاجة بتاعتي وادخل الارفف على نظافه. انا بصراحه كنت عايزه اشيل المفارش دي، ولكن انا حاسه ان هي مديه شكل حلو للتلاجة، فقلت خلاص خليها. انا بقى خدت الارفف اللي انا شلتها من التلاجة غسلتهم كده مع نفسي على الحوض ونشفتهم وخليتهم زي الفل. بس خلي بالك لان الارفف بتبقى تقيله جدا جدا، فوانت بتغسليهم خلي بالك ربنا يسترها، لان كل الاجهزه الكهربائيه بقت غاليه جدا جدا، فربنا يعين كل واحد على كل حاجه بيجيبها لاولاده، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى فضلت احاول ان انا اشيل الرف ده، مش راضي يطلع. يا عم اطلع ربنا يهديك، قال لي لا مش هطلع. قلت له برضه هنضفك وخليك زي الفل. المهم ان انا مسحته ونضفته، وكمان الادراج بتاعه التلاجة نضفتها ونشفتها. اهم حاجه وانت بتغسلي اي حاجه تخص التلاجة لازم تنشفيها، وطبعا الارفف دي بتبقى تقيله جدا جدا، فخلوا بالكم كده وانتوا بتغسلوه. طبعا بقى غسلتها ونشفتها، وبعد كده رجعت المفارش. انا حاسه بصراحه ان التلاجة شكلها حلو بالمفارش. المهم طبعا انا في حاجات بحطها في التلاجة، التلاجة عندي فاضيه، واول ما الصيف بيدخل علينا ببتدي احط حاجات فيها زي السكر، زي كمان العدس الاصفر. الحاجات اللي انا بحس ان انا ولادي مش بعملها ليهم دايما او مش بيحبوها بحطها في العلبه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، وبحطها في التلاجة. التلاجة دي بتبقى فاضيه زي ما انتم شايفين، لكن اللي في المطبخ هي اللي فيها كل حاجه، الخضار ساعات برضو بحط فيها فاكهه. المهم برضو ان التلاجة اللي في المطبخ على طول ايدي فيها ومنضفاها، لان هي اللي بس يعني بستعملها على طول. طبعا بقى نضفت كمان الارفف دي وغسلتها ونضفتها، وحطيت برضو المشمع او المفرش زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده برص كل حاجه بقى واخليها بنظام كده عشان احس بقى ان انا نضفت كده وخليت الدنيا زي الفل. طبعا بقى خلاص التلاجة على فكرة انا فصلها، ولازم اي جهاز يوصله الكهرباء لو هتمسحيه او تنضفيه افصلي منه الكهرباء. بعد كده بقى قفلت التلاجة بتاعتي وهنضفها من بره زي ما انتم شايفين كده، بقت شمعة منورة كده وحلوة وزي الفل. جيت بقى على الشباك بتاع المطبخ ده قلت كمان اغسله، لاني حسيت برضو ان فيه شويه دهون كده، فقلت له لا تعالى عشان طبعا يعني ما يتكونش فيه دهون ويتعبني لما اجي اغسله. الكولوريكس الجل ده حلو قوي قوي لاي دهون، بينظف كده وبيشيل بسرعه. طبعا عندي مذيب للدهون، اي نوع مذيب للدهون انا بحطه بس من الشباك من فوق، لاني ما كنتش يعني عارفه ان انا انضف كويس بالاسبونشه. المهم ان انا حطيت من فوق كده، وابتديت طبعا بالفوطه، والحتت بقى اللي بتبقى ضيقه دي بجيب خله كده وبحطها في قلب
الفوطه وببتدي انضف الحتت اللي هي ببقى مش عارفه انضفها الضيقه دي. طبعا وريتكم الفوطه شكلها عامل ازاي، شويه بقى ميه دافيين وببتدي ادعكها بتنضف وبتبقى زي الفل. الشباك طبعا نضفته وخليته زي الفل، وطبعا السيراميك اللي حواليه كان نضفته هو كمان. ودخلت بقى على الحمام هنا، جبت طبعا الشباك قلت بقى انضفه، حطيت شويه برده كلوريكس جل، وبرده الكلوريكس الالوان بيبقى حلو جدا جدا. وبالسبونشه ابتديت ادعكه زي ما انتم شايفين، بينضف وبيبقى كده شمعه منوره وبيبقى زي الفل. لو في اي دهون بتنضف يعني بتتشال بكل سهوله. المهم ان انت ما تخليش الدهون تبقى كتير على اي حاجه عايزه تنضفيها. بعد كده بقى هبتدي اجيب الشباك بتاعي وانشفه واخليه زي الفل. شايفين بقى نضيفه بقى زي الفل ازاي، بنشفه بقى كويس. وبعد كده مش هشيل اللزق اللي عليه او الاستيكر اللي عليه، لانه نضيف يعني غسلته بيتغسل وما بيتقطعش ولا اي حاجه زي ما انتم شايفين. فقلت حرام بدل ما اشيله لا اخليه. المهم طبعا ان الشباك هركبه بيتركب بكل سهوله، يعني بشيله بكل سهوله وبعرف برده اركبه، ما بيتعبنيش ولا حاجه. المهم ان انا نضفته وخليته زي الفل، لاني برده الشباك ده لو يعني كمنه جنب البوتاجاز، لو ما حطيتش ايدي فيه على طول هيبقى عليه كميه دهون هتتعبني. المهم ان انا غسلت طبعا الشباك ونضفته. شايفين بقى والله بيبرق كده، يعني كل شويه ابص له احس ان هو منور من كتر ما هو نضف، رغم ان كان فيه دهون. ممكن تكون الدهون ما كانتش باينه ليكم، ولكن والله كان عليه دهون ونضف بقى منور كده زي ما انتم شايفين. شايفين بقى الجمال؟ دايما ايدك في حاجتك عشان ما تتعبكيش لما تيجي تنضفيه. طبعا بقى كنت نفسي اقعد كده شويه مع نفسي، فقلت مش مشكله انضف الفسيخ والرنجه اللي جوزي جايبهم. طبعا بنضفهم، هما بيتنضفوا بكل سهوله بصراحه، ما بيتعبونيش. وقلت بقى ايه، انضفهم كده واظبطهم واقعد ارتاح شويه. وبعد كده بقى اقوم اجيب الحاجه الحلوه اللي انا عملتها ومع كوبايه نسكافيه كده، واقعد بقى رايقه كده بمزاج. انا خلصت كل اللي ورايا الحمد لله. طبعا بقى بنضف الرنجه وببتدي احطها في طبق، وبعد كده برضو هبتدي اغسل البلانشه بتاعتي والسكينه، وهبتدي بقى انضف الفسيخ. طبعا الفسيخ وانا بنضفه عايزه اقول لكم كنت عايزه اشيله ارميه، بس طبعا حرام، الحاجه بتبقى جايه بفلوس، وكمان زوجي يعني عايز ياكله حبه، فحرام يعني هرميه. قلت لا مش مشكله، انا مش بحب ريحته بصراحه. المهم بعد ما خلصته بقى مسكت الرخامه بتاعتي، خليتها ريحتها مش عايزه اقول لكم، كانت كده ريحتها جايبه اخر الشارع. طبعا نضفتها بالصابون الاول، وبعد كده جبت البخاخ بتاع القمر ده اللي بيبقى فيه ميه وفيه فريده، خلى الرخامه بتاعتي ريحتها حلوه قوي قوي. وكمان جيت على الستيكر ده او الورق الحائط ده برضو نضفته، قلت برضو لو جه عليه اي حاجه، بس انا كنت بصراحه حريصه جدا وانا بنضفها يعني. المهم برضو عشان ابقى مطمنه كده ويبقى ريحه المطبخ بتاعتي نظيفه. وقطعت بقى الرنجه وحطيتها لزوجي في علبه، وكمان الفسيخ حطيته في علبه وحطيت عليه ليمون، وطبعا حطيت عليه كمان زيت زيتون. المهم ان انا خلصت كل اللي ورايا الحمد لله. ربنا يدينا الصحه ودايما نعمل كل حاجه بايدينا. هنا بقى حطيت كمان ليمون زي ما انتم شايفين كده، وكده بقى الرنجه والفسيخ جهزت. قلت بقى انا اقعد مع نفسي بقى، خلاص زهقت كده، عايزه اقعد بقى شويه روقان. لحد هنا هيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم. بحبكم في الله، اجمل واحلى متابعين. ربنا يديمكم في حياتي نعمه. عايزه رايكم في الفيديو عشان رايكم بيهمني جدا جدا. كنت معاكم منال عبد المنعم. سلام عليكم.